إذاعة صوت الحرية صوت حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. السادة مستمعات صوت الحرية، صوت حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ورمضان كريم، متمنين أن يكون شهر خير ومبارك على بلادنا الحبيبة إريتريا وعلى جميع المسلمين. وأتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات مع فقرات برامجنا لهذا الأسبوع التي تتضمن النشرة الإخبارية ثم التعليق السياسي لهذا الأسبوع تحت عنوان استراتيجية الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. إليكم الآن النشرة الإخبارية وأبدأها بالموجز. اختتام فعاليات مهرجان إريتريا 2012 في مدينة فرانكفورت بألمانيا. تعيين مراقب لحقوق الإنسان بإريتريا. تقرير للأمم المتحدة يفيد بتحقيق إريتريا دخلا كبيرا من تجارة البشر والأسلحة. قطاع خدمات الكهرباء بأسمرة. وفاة القنصل السوداني بإريتريا في ظروف غامضة. سادة المستمعين، كانت تلك الموجز. إليكم التفاصيل من صوت الحرية، صوت حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. اختتمت في مدينة فرانكفورت بألمانيا فعاليات مهرجان إريتريا 2012 والتي تنظمه الجمعية الديمقراطية الإريترية في ألمانيا. وقد بدأت الفعالية بمظاهرة جماهيرية حاشدة من وسط المدينة إلى مغرب بلدية فرانكفورت، ثم تواصلت الفعالية بحضور ومشاركة كل من السيدة إريكا فراندشاو ممثلة عملة فرانكفورت، السيد كارل ليدنبرغ ممثل الحزب الاشتراكي فرع أوسبالا، السيد محمد كلو رئيس القوة الديمقراطية الإريترية، السيد مسفن برهي ممثل الشباب الإريتري في السويد. وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل عن فعاليات المهرجان في فقرات برامجنا للأسبوع القادم. في اجتماع الدوري 20 قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المتابعة اللصيقة للأحوال غير الجيدة لحقوق الإنسان في إريتريا. كما أدان المجلس تجاوزات حقوق الإنسان في إريتريا، هذا وقد قرر المجلس تعيين مراقب لحقوق الإنسان في إريتريا يوافي المجلس بتقارير عن الحالة في إريتريا. القرار يدين كافة حقوق الإنسان في إريتريا، سواء القديمة منها والجديدة، التي ما تزال تتواصل حتى يومنا هذا. كما أدان التقرير سياسة نظام الهكدف التي تتعامل بأوامر أضرب لتقتل، مع من تضطرهم السياسات الطاردة في بلادهم إلى الهرب إلى خارج البلاد. قبضت تلك العصابات تسخر لتصليح أو تمويل صفقات الأسلحة للجيش الإريتري. لقد أثبتت تحريات اللجنة الدولية للمراقبة إريتريا والصومال أن طريق إيصال الأسلحة للمجموعات المسلحة والأفراد في سيناء يبدأ من المرتفعات الإريترية، يمر بمعسكرة اللجوء بالسودان، ومنها إلى بدو سيناء. هنالك يقوم البدو العاملون بتجارة البشر باتباع مختلف أساليب الرعب والتهديد مع ضحاياهم حتى يجبروهم على اضطرار أقاربهم بالخارج لتخليصهم بدفع فدية تبلغ 40,000 دولار. كما أكد التقرير أيضا أن الجنرال تخلة كفلة المعروف بتخلة منجوس قائد عمليات المنطقة الغربية
من أبرز الضالعين في تلك الجرائم. وقد أكدت المصادر سواء داخل إسرائيل أو في سيناء إن تخلي والمغربين من مساعديه هم قادة ومنسقون نشاطات تجارة الأسلحة والبشر، علما إن الأسلحة التي يتم تداولها في التجارة والمشار إليها تتمثل في أغلبها في الصواريخ وبنادق الكلاشينكوف التي تحمل الرموز والأرقام المستعملة في وحدات الجيش الإريتري. قطاع خدمات الكهرباء بأسمرة على نشاطها في الكهرباء كالمصانع والطواحن والمحلات التجارية والمكاتب الحكومية. وقد ترتب على انقطاع الكهرباء الندرة الملحوظة في كل من الخبز والماء والكثير من المواد الاستهلاكية الأخرى. سادة المستمعين، كانت تلك نشرة الأخبار قرأناها لحضراتكم من صوت الحرية، صوت حزب الشعب الديمقراطي الإريتري. عدنا عمالك وجرادنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا عدنا عدراك بدا أرد محرس وجرادين عدنا عدراك بدا أرد محرس وجرادين يحب ومعادن ويتحق لون بنزين شعبنا شعب إريترا سبع ما انتو وحبا حتى نيدا أقلوبنا سبعة نقبة وكدنا سبعة نقبة وكدنا سفال الكوعجة أبقى تكوني مودايك فهنا ولادة تكوني يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا دين الفنات يهو أبعد ناس وقبايل دين الفنات يهو أبعد ناس وقبايل سقاء حدين بلا دي بالبابنا نقبل احنا أدحد انجلف وعدنا تنتواضل اسكا حسبو ديبو كهبو ديبو مكر كهبو ديبو مكر سفال الكوعجة أبقى تكوني مودايك بهلا ولادنا يكوني يا ولا للا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا عجب زحاجو يا كم سلتو نيس الخضراء عجب زحاجو يا كم سلتو نيس الخضراء شمال برود بديبها وانكول طعمنا مدرا شمال برود بديبها وانكول طعمنا مدرا ربا معلا منا ما لو رحنا تقلا ما لو رحنا تقلا سفان الكوعجة يفقدكوني ودايك بهلا ولادتها يكوني يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا
سادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، والآن ننتقل بكم إلى التعليق السياسي الذي يحمل عنوان استراتيجية الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. إن أهم الأسباب التي تحول بيننا وبين إنقاذ أهداف ورسالة حزبنا تكمن في وجود سلطة الهجدف الديكتاتوري. لذلك يأتي هدف إسقاط هذا النظام على رأس أولوياتنا الغريبة البعيدة معا. أما وسيلتنا لتحقيق هذا الهدف فهي الوسيلة اللاعنفية، وهذه بالنتيجة يحتم علينا تسخير جميع جهودنا لاستنهاض الشعب وتأطيره في هذا الطريق. بما أن الهدف أو الخيار المشترك بيننا وبين الشعب هو إسقاط الديكتاتورية وإبدالها بالديمقراطية، نجد أن وسائلنا أيضا مشتركة. حزبنا يؤمن بأن الشعب هو صاحب المصلحة والدور الحاسم في التغيير، وبالتالي فأن رسالتنا ودورنا ينطلقان من هذا المعتقد، مما يجعلنا دوما ننادي بأن يكون الشعب صاحب الأمر والنهي في كل من التغيير وتحديد ملامح مستقبل عموم وطن. انطلاقا من هذا فإن المهمة الأولى لاستراتيجيتنا للانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية هي العمل على تأطير واستنهاض الشعب. إن حزبنا في الوقت الذي يعمل فيه على تحقيق هذا الهدف فأنه يرى العمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع كل القوى صاحبة المصلحة فيه ضرورة قصوى وهدفا مركزيا، ولا يشك أن مثل هذه التحالفات تلعب دورا هاما في تجميع صفوف الشعب، والهدف وراء تلك التحالفات هو توحيد قلوب الشعب نحو الهدف المركزي لنضالنا، أي إسقاط الديكتاتورية وبناء الديمقراطية. عندما ينجح نضال الشعب الإريتري المشترك في تغيير نظام الهجدف وتبرز إلى وجود ظروف وأوضاع جديدة، فأن الظروف الجديدة تستدعي منا زرع الثقة في الشعب بهدوء واستقرار البلاد، وهذا بدوره لن يتحقق إلا بما يتحقق به عامل النجاح الأول، هو إسقاط النظام، ألا وهو الوحدة والتنسيق بين مختلف فرقاء النضال في تكوين حكومة تمثل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد. وبالتالي سوف نعمل جنبا إلى جنب كل القوى الصديقة صاحبة المصلحة في بناء إريتريا الديمقراطية على تحقيق هذا الهدف. إسقاط النظام الديكتاتوري يتطلب وحدة الشعب، لذا في الوقت الذي نشجع فيه التعدد السياسي والمدني فإننا ندعو إلى ضرورة امتلاك الجميع لأهداف وشعارات جامعة وجاذبة للكل. إن ترك الصراعات الجانبية بين فصائل المعارضة جانبا والتركيز على مخاطبة وتأطير عامة الشعب هو المدخل الطبيعي لوحدة الشعب. لكي يكثف الشعب مشاركته وإسهامه الوطني في نضالنا يجب أن نقنعه أن ما نطرحه يمثل بالفعل مصلحته العليا. عليه يجب أن يكون برامجنا لمخاطبة الشعب واضحة اللغة محددة الأهداف والمرامي. برامجنا التعبوي إذن يجب أن يعمل على تعزيز وحدة الشعب وتبصيره بكل حقوقه السياسية والإنسانية. إن انتصارنا يكتمل يوم يكسر في بلادنا أناس واثقون بأنفسهم ومدركين لحقوقهم وواجباتهم، حتى تلك القلة من المضللين يضرون بمصلحتهم ومصلحة شعبهم بالعمل في صفوف النظام يجب أن لا نيأس من دعوتهم بالاستمرار إلى الانحياز إلى صفوف الشعب والعمل على إسقاط الديكتاتورية. تنظيم الانتفاضة الشعبية. أركان النظام اليوم متهاوية في غاية الضعف، فجميع من يعملون في صفوف تأمين النظام من قوات نظامية وغير نظامية هم من أكثر الناس تضررا من هذا النظام، فبالتالي هم بالنسبة له أعداء كامنون. أيضا الغلة من أفراد الشعب التي تؤيد النظام تتحرر قريبا جدا من عامل الخوف وتسترد ثقتها بنفسها وتقطع صلتها بالنظام. لذلك نسعى لتعجيل بخلق عامل الثقة لدى الشعب وتأطيره، من ثم استنهاضه لخوض انتفاضة شعبية عارمة. عند ذلك في كل سيطرة تفرضها الديكتاتورية على الشعب سوف تقل وتتناقص يوما بعد يوم. ونحن على ثقة
إن شعبنا له من القدرة والإمكانيات ما يؤهله لإزالة النظام الدكتاتوري وإقامة النظام الديمقراطي، وكل المطلوب هو تحريك الأوضاع الداخلية الحالية الراكدة والتعجيل بعملية التغيير. لذا يجب رصد كل الإمكانيات لعملية التغيير. يجب أن ندرس الأسباب المعيقة لشعبنا على المشاركة في النضال في الخارج أو بالداخل، نحيل ركوده إلى حركة وتفاعل نضالي، على أن نجعل من الشباب والنساء أصحاب النصيب الأوفر في جبهة المواجهة الأمامية مع الدكتاتورية. كلنا يعلم أن تجنيد الشباب وحشدهم في مشروع الخدمة العسكرية الإلزامية ما هو إلا الآلية التي يرضع بها الشعب ويحكم سيطرته عليه. لذا يجب أن نحاول اتجاه هذه القوى الشعبية الشبابية توجيه جهوده وغواه لهدم النظام من أساسه وليس حراسته وحمايته. يجب أن نعمل بكل الجد والإصرار لتحويل العسكري الشاب إلى عنصر إيجابي ومشارك بفعالية في إنقاذ شعبه وإحداث التغيير. حزبنا يؤمن أن النضال يستدعي التنظيم القوي والكفؤ، وكذلك الحفاظ على ثمار النضال تتطلب درجة عالية من الوعي والكفاءة. كل شعب غير منظم يمكن أن تسرق ثمار نضاله ويكون الخاسر بدلا من الكاسب. لذا في رأينا وقناعتنا الراسخة إنه لا بد من توعية تنظيم الشعب ليكون سيد مصيره وصانع مستقبله. وسائل الإعلام الجماهيري باعتبار إعلام سلاحا حاسما في معركة الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، يوليه الحزب أهمية خاصة. سوف نستخدم سلاح الإعلام استخداما ذكيا مزدوجا. من ناحية تتم تعرية الممارسات القمعية التي يرتكبها النظام بحق الشعب، من ناحية الأخرى يتم استغلال تلك الحملة الموثوقة في استنهاض واستمالة الرأي العالمي والمحلي لصالح تنوير شعبنا وتحريكه ضد جلاديه. الجهود الدبلوماسية المكثفة. سوف نسعى بلا كلل لاستقطاب الدعم الدبلوماسي العالمي لصالح نضالنا الشعبي من أجل الديمقراطية والتغيير. يجب أن نزود العالم عموما ودول الجوار خصوصا بكل ما يتعرض له شعبنا من قمع وما يخوضه من نضال لتحرير من هذا القمع. ونطالب من ثم الدعم ولعب الأدوار المساعدة المقوية لنضالنا. عندما يتوصل العالم محيطنا المجاور إلى قناعة وإقرار بأن صاحب الشأن والسيادة لدينا هو الشعب، سوف نبني معهم أفضل العلاقات الدبلوماسية. برامج ما بعد إسقاط النظام. سوف نعمل على تكوين حكومة واحدة وطنية تخلف النظام الدكتاتوري وتوفر الأرضية الصلبة لقيام نظام ديمقراطي مستقر، على أن تقتصر مهمة هذه الحكومة قصيرة العمر ومحدودة المهام على خلق أوضاع انتقالية سالكة وسلسة، وهذا يتمثل في تهيئة أجواء سياسية واقتصادية آمنة ومستقرة. في بلاد مثل بلادنا التي طالما حرمت الأمن والعدل، ليس من السهل تحقيق انتقال سلس من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. لذا لا بد لنا من العمل على تسمية المرحلة الانتقالية بسبقة توافقية تحفظ تماسك وانسجام كافة قطاعات المجتمع، وذلك عبر الآتي: 1. العمل على التمثيل العادل لكل القوى السياسية والمدنية في ملتقى وطني وصالحة وطنية يتم فيها الوصول إلى توافق عام حول القضايا العامة، من ثم وضع أو تعديل دستور وطني يشترك في وضعه الجميع وتتم إجازته عبر ممثلي الشعب. 2. يدعى المجلس الانتقالي ويجيز قانون انتخابات عامة بما يرعى الوضع الإريتري والتجارب الوطنية العالمية السابقة. 3. بذات الطريقة يتم وضع إجازة قانون تنظيم الأحزاب وتؤسس الأحزاب بموجب القانون الجديد. 4. أن تضع مفوضية الانتخابات كل الترتيبات اللازمة لإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة يحضرها مراقبون دوليون. 5. أن تعمل وسائل الإعلام على ما يدعم ويعزز الانتقال الآمن للسلطة، وأن يتم التعجيل بوضع قانون الصحافة لتلعب دورها الإيجابي في بناء النظام الديمقراطي. 6. تقديم الدراسات والكورسات المؤهلة للتعامل مع الفترة الانتقالية. 7. حتى لا يسود الظلم ويغيب العدل في المرحلة الانتقالية،
لا بد من دعم وتقوية الجهاز الغذائي لحماية استقلاله، على أن يتم في ذات الوقت العمل على تشجيع قيام المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان وتمكينها من العمل بالحرية. إقامة هيئة مستقلة تقوم بوضع الحلول الوفاقية لقضايا الخلاف السياسي الشائكة التي تبرز خلال الفترة الانتقالية. 9. القيام ببناء قدرات الأحزاب السياسية لما يؤهلها لخوض المنافسات الديمقراطية بجدية وجدارة.
السادة المستمعين، شكرا لحسن الاستماع، وإلى لقاء في مرة أخرى.